شجرة الزقوم. أما سمعت عن شجرة الزقوم؟ والله قد سمعنا وجاءنا من خبرها، فأين أثر ذلك في قلوبنا؟ أعطني سمعك واسمع كلام ربك، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ فإذا أكلوا منها وقطعت أمعاءهم من نتنها ورائحتها وشدة حرارتها أرادوا الماء لإطفاء ذلك النار الذي اشتعل في بطونهم وأمعائهم، فلا يجدون إلا شرابا من حميم يزيد من النار نارا، فيشربون منه كما تشرب الناقة الهيماء التي تشرب ولا ترتوي من شدة عطشها ومرضها. فوصف الله ذلك فقال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ليت الأمر ينتهي على طعام وشراب، بل تعذيب جسدي أيضا لا يستساق ولا يطاق، فتشوى وجوههم وجلودهم بالنار، كلما نضجت تلك الجلود بدلوا غيرها، فتحرق النار صدورهم حتى تبلغ قلوبهم، كما قال الله: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي التي يدخل لهيبها إلى الفؤاد، فتوضع أحجار نارية على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج الحجر من ظهره، ويوضع فوق ظهره حتى يخرج من صدره. عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من ناقض كتفيه، ويوضع على ناقض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ضيعوا الصلوات وانغمسوا في المحرمات وتكبروا على أوامر رب الأرض والسماوات، فاليوم يجزون عذاب الهون بما كانوا يفسقون. ليس لهم مأوى ولا مآل ولا مصير إلا النار، تحيط بهم وتأتيهم من كل مكان. ظلموا وتكبروا وتجبروا وجابوا الصخر بالواد، تناسوا أن ربك لهم بالمرصاد. أمرهم الله ألا يركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار، فأبوا وعاندوا وطغوا في البلاد وأظهروا فيها الفساد، فكانت جهنم لهم بالمرصاد. قال رب العباد: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يا الله، كيف لو أبصرتهم وهم على وجوههم في النار يسحبون؟ يا الله، كيف لو سمعت صراخهم وعويلهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون؟ يناديهم أصحاب الجنة وهم على تلك الحال من الذل والعذاب والهوان، فيقولون لهم: ما أخبر الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. كلما دخلت أمة إلى النار لعنت أختها، يتسابون ويتلاعنون ويتلاومون، وكلهم في العذاب خالدون.
يشمت بهم الشيطان ويتبرأ منهم قائلا لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم إن الله وعدكم وعدا صادقا فعصيتم وكذبتم، والشيطان وعدكم وعدا كاذبا فأجبتم وصدقتم، فلن ينفعكم حينها ندم ولا حسرات. يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل؟ يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فلا يسمع كلامهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يرحمون. إنها النار عباد الله، إنها النار يا عباد الله، دار الذل والهوان، دار العذاب والخذلان، إنها دار الشقاء والندامة والبكاء، تجري دموعهم في نار جهنم بحارا وأنهارا، ولن ينفعهم البكاء وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نريد أن نحافظ على الصلوات، نريد أن نشهد الجمعة والجماعات. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم يعني مكان الدموع، ولن ينفعهم والله البكاء. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وبعد ذلك جحيم وهاوية تهوي بهم في كل حد مستعر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لها مقامع للتعذيب مرصدة، لها مقامع للتعذيب مرصدة، كل كسر لديهم غير منجبر، سوداء موحشة شعثاء مظلمة.